السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتكم استاد كورة. هنسمع دلوقتي رضا عبد العال مع محمد فاروق وتعليقه على انسحاب نادي الزمالك من مباراة القمة أمام النادي الأهلي. نسمع رضا عبد العال هيقول إيه ونرجع تاني لحضراتكم. انتظرونا في آخر الفيديو. حضرتك كابتن، موقف وأزمة لقاء القمة، أنت مع قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بعدم اللعب ولا ضده؟ بص، انا هقول لك بمنتهى الامانه والمصداقيه. قول لي. انا كنت عايز الزمالك يعمل الكلام ده من اول ما النادي الاهلي خلص ماتشاته في افريقيا، انما انت بعد ما جيت. خلي بالك، ما هو مش منافس دلوقتي الأهلي مع الزمالك. ما انا لسه بتكلم اهو. انت خرجت دلوقتي بعد ماتش المصري، لو كسبت كل ماتشاتك مش هتاخد الدوري. صح ولا غلط؟ تمام. اللي جايه، لا انا كنت عايز الموضوع ده يبقى بدري شويه. يا اما من اول ما جالك الجدول تعمل الكلام ده، يا اما اول ما النادي الاهلي خلص بطوله افريقيا قول بقى ان خلاص النادي الاهلي فاق ومبروك البطوله. انا مش هلعب ماتشاتي سواء بيراميدز سواء حتى الفرق اللي هابطه. خلي بالك، مش الزمالك وبيراميدز بس، والفرق اللي هتهبط اللي انت مثلا بتلاعب. اللي هنا بقى التفصيل بعيني، يعني عيني عينك. بتلاعب الداخليه ماتشين، لاعب مش عارف فاركو ماتشين، هتلاعب الاتحاد ماتشين، على الناحيه الثانيه بتلاعب المصري ماتشين مع الزمالك، هتلاعب مش عارف فيوتشر لعبته يعني ماتشين، وهتلاعب مين تاني كان ماتشين على ما اعتقد المصري، الاتحاد ومودرن فيوتشر والاتحاد. واخد بالك؟ طب انت بتقيس ازاي؟ يعني انت راح تفصل بقى وتجيب الداخليه ماتشين. طب اين مجلس اداره الداخليه؟ طب لا، انا الداخليه مش ماتشين. كنت بص الاهلي عشان بس تبقى عارف. لا، ما ماتشين في وقت قريب. لا انا بكلمك حبيبي، ما دور اول رايح جاي، ما انت هتلعبه. ما فيش حاجه اسمها رايح جاي. العبه رايح والجاي ده يبقى بعد بقى ماتشات ترميه بعدين يعني طبعا. ايه المشكله بالنسبه لكده يعني؟ ما انت بتلم بناط يا واعي يا ناصح على فرق عشان تقرب من اللي هو ماشي اول. عشان لما تيجي تخسر، يعني انت في دماغك هم بقى مش في دماغي يا جماعه. بس انا مش في دماغي، انا بس لا ده يعني هي دي الحقيقه. انت شايف ان لجنه المسابقات واللي بيحط المؤجلات طبعا بيروح رامي ماتشات للاهلي ضعيفه وفرق هتهبط. عشان اسمع بس وفرق هتهبط هي محتاجه تاخد بونت، انت بتخسرهم 6 بونت في ماتشين 3. يعني الفرق يعني انت قصدك مثلا كان يحط ماتش بيراميدز مثلا قبل الداخليه مثلا انت كنت عايز كده مثلا. ليه بقى؟ لان انت هنا هتتفرج على كوره. يعني انا هقول لك بما يرضي الله، انت راجل اهلاوي صح؟ عاجبك مستوى النادي الاهلي بصراحه في ماتش فاركو، في ماتش الاتحاد، في ماتش ليه والاتحاد وليه؟ لا الداخليه ليه ده انت كسبان الاتحاد 1-0 بالعافيه بطلوع الروح. انا مش بلعب نفسي، ما هو برضه الاتحاد فريق. لا معلش يعني. ما هو انت بص انت مش عايز دوري زي بيراميدز كده. ماشي. شفت بيراميدز بيعمل ايه النهارده؟ مغلوب 1-0. تمام. واخد بالك؟ وجون ما يخشش يعني في عيل قد كده، مع كل الاحترام. واخد بالك؟ ورغم كده 1 2 3 انا عايز النادي الاهلي يبقى كده عشان يقنعني ان هو ينافس بجد. طيب هتقول لي بقى وجهه نظرك في ان انا العب ماتشات يعني المؤجلات ورا بعض ضعيفه عشان الم بنط. طبعا هتفضل ماتشات قويه بالنسبه لي، بس انت هتبقى الامور صعبه جدا افهم جدا. افهم يعني انا لو لعبت بيراميدز ماتشين ورا بعض هتخسر في الوقت الحالي. تخسر ازاي اخسر بقى؟ زي الناس. ليه اخسر؟ هو انت بتحسبها على اساس ايه؟ اقول لك ليه. ده انت ماتش الاهلي والزمالك تيجي تقول اصل الماتش ده ما اقدرش لا ده بص احدده هيكسب ولا هيخسر. استثنى الاهلي والزمالك. ليه؟ ابعد. لا بص، ده اللي ملوش مقاييس. طب ما انت كنت كسبان كاس مصر وجاي وهتكسب الزمالك 5، مش ده كان اللي هو جماهير الاهلي متعشماه؟ خسرت 2-1 حصل. تمام. كان كله متوقع ايه بعد ما انت خدت الكاس في شهر 3 8/3 وهتلعب في نص 4 صح؟ 15/4 مش كان ده التوقيت؟ الفرق قد ايه؟ ما كملناش شهر. انت كاهلاوي او مشجع اهلاوي كان عندك احساس ان الزمالك، ان انت هتكسب الزمالك كام؟ ده في ناس كانت بتعد 1 2 3 4 5 ممكن يبقى 6 زي ما نفسه. واخد صح؟ في ناس كمان من نادي الزمالك كانت خايفه. ايه اللي حصل؟ عشان كده بنقول الماتش الوحيد اللي ملوش اي مقاييس. لكن بيراميدز ليه مقاييس؟ طبعا.
ايه بقى مقاييس نادي بيراميدز السنه دي؟ انت كسبته هو ازاي؟ ماشي كويس. لا انت لكن بتكسبه ازاي؟ آه. بتكسبه في كورتين في الملعب، بتكسبه بحكم. يعني ايه كورتين في الملعب؟ يعني اول مره كسبته من يوم ما اتعمل بيراميدز بكورتين كانوا في الملعب، واحده في الملعب والثانيه اترفعت دخل الجون وقال لك ماشي وكسبت 1-0. فاكر ولا مش فاكر؟ ارجع للتاريخ. لا مش فاكر حقيقة. ما انت طالما على النادي الاهلي عمرك ما هتفتكر. والله ما فاكر يا جدع خليك مره كوره عادل. جول، انا مش فاكر مين الكوره، انا يا هفتكر بتوع الاعداد والنبي هاتوا لنا الماتش ده، وكان مين اللي بيحكمه؟ افتكر الكوره في الملعب وانا الكوره داخله جول، انا ببص على الجول. الكاميرا في الملعب مش الكوره اللي في الملعب. كمل يا كابتن كمل. ماشي. في حكم يعني انت بتتكلم في اشمعنى حكم؟ دلوقتي في حكم؟ ما هو في ناس امبارح طلعت تقول لك ان احنا خسرنا بجهاد جريشه في ماتش بيراميدز وكان مش عارف جاي ينتقم مننا. طيب انا بس عايزك ترجع لي للزمالك، ما انت أنا بقول لك مع الموقف معاهم ولا ضد نادي لا الزمالك؟ انا بالنسبه لي كنت عايز الزمالك يلعب، واخد بالك؟ انما القرارات دي بتاعت مجلس الاداره هو حر. بس هقول لك على حاجه، طالما متمسك كده، انت قلت في الانترو يطلع على فين؟ المحكمه الرياضيه، صح؟ هم بيحاولوا بيفكروا ان هم يصعدوا المحكمه الرياضيه الدوليه. ما لو ليهم حق، ما لهمش حق يبقى دي حاجه تانية. انما لو ليك حق ما تجيش بقى تقول لي اصل في مسؤول كبير كلمني. ما هو المسؤول الكبير ده ما كلمش ليه قبل ازمه الشيبي؟ كلم الاتحاد وقال له ما تاخدش اي اجراء بعد الحكم بتاع الشيبي او بعد الكلام ده، ما اتقالش ليه؟ فالمسؤول الكبير دلوقتي يجي يقول ماشي انا ما عنديش مشكله، واخد بال حضرتك؟ انا لغايه دلوقتي بتمنى ان الماتش يتلعب. انا كرضا عبد العال عايز الماتش يتلعب، كلنا عايزين الماتش يتلعب، واخد بالك؟ انما في حاجه تانية اسمها حق نادي الزمالك وجماهيره، دي انا ماليش دعوه بيها ولا تدخل فيها. بس انت هتسالني عن رايي الشخصي، انا عايزه يلعب. طب انت شايف ان الزمالك ليه حق؟ ماليش دعوه. لا انت كابتن رضا عبد العال اللي بتحلل لي كده كل حاجه، طيب وبتجيب لي حاجات انت فاكرها انا مش فاكرها. لو له حق وضامن وفي ناس كلمته ان هو لو طلع على المحكمه الرياضيه لو حصل حاجه من الاتحاد، ما تسمعني بقى. لا انا مش بكلمك في النقطه دي، انا بكلمك في نقطه ان هو ياخد قرار انه ما يلعبش الماتش اللي جاي الا لما الماتشات كلها تنتهي بتاع الدور الاول لكل الفرق. طب ده حق ولا مش حق؟ طب ما هو النادي الاهلي بيلعب اهو، النادي يا الاهلي عم لعب النادي 4 الاهلي انت ماتشات. حاطط لي 4 ماتشات داخليه، ماليش دعوه انا بلعب بقى فرق 2. ما تخلينيش الطم، اسكت ما ساكت قلت لك بعد فاروق كده هتروح تلعب ماتشات جامده يا حبيبي بعد ما الم الغله واخد عشان اوصل ابقى انا فرق بونت عن بيراميدز. طيب تعالى كابتن رضا اللي دايما تقول لي لما تبقى عايز تاخد بطوله اكسب. نادي الزمالك ليه ما كسبش الماتشات دي كلها عشان يبقى جوه المنافسه، عشان لما يبقى في موقف زي كده ابقى انا بقى عندي قلب جامد يعني. اتكلم بحق ربنا. حق ربنا. التحكيم اللي ضيع لنادي الزمالك السنه دي من المنافسه، سيبك من. ورجعنا لكم تاني، وده طبعا كان كلام رضا عبد العال على مباراة النادي الاهلي والزمالك. النادي الاهلي لنادي الزمالك عايز ينسحب منها. طبعا رضا عبد العال قال انا مع نادي الزمالك يلعب المباراة، لكن اتحاد الكورة بيجامل النادي الاهلي، وعشان كده بيلعبوا المباراة السهلة جدا ورا بعضيها زي مباراة الداخلية، ان هو يلعبوا ماتشين داخلية فعشان يجمع نقاط. بالعكس ان هو بيلعب الزمالك مباراة صعبة جدا، لعب سيراميكا ولعب المصري وفيوتشر، فطبعا الزمالك كده كده اصلا مالوش في المنافسة خلاص في البطولة، يعني امله راح. المنافسة بين النادي الاهلي وبين بيراميدز، فطبعا رضا عبد العال بيقول كان النادي الاهلي المفروض يلعب قبل الداخلية مباراة صعبة قدام بيراميدز ولا اي نادي قوي يعني عشان خاطر يبقى في تكافؤ الفرص، لكن قال طبعا رضا عبد العال اتحاد الكورة ممشيها للنادي الاهلي عشان يوصل ياخد البطولة. ده كان كلام رضا عبد العال عن المباراة اللي بين النادي الاهلي والزمالك، وعن جول ان الحكام بتجامل النادي الاهلي واتحاد الكورة. فطبعا ده كان تعليق رضا عبد العال مع محمد فاروق. ما تنسوش حضراتكم تقولوا لنا رايكم على كلام رضا عبد العال، وما تنسوناش تشتركوا في القناة عشان يصلكم كل جديد. قناتكم استاد كورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.